المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. انطلاق حملة التطعيم ضد السحائي رسميا. اختتام الدورة التدريبية لمكتب المراجع العام. تخريج شباب من دورة تدريبية مهنية في مصوع. كوريا الشمالية ترفض عرضا من أمريكا بإجراء محادثات في ديسمبر. بوتين ناقش تزويد الهند بأنظمة S-400 دفاعية. إندونيسيا ترفع التحذير من أمواج مد بعد زلزال قوي أثار السوء. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت اليوم 15 من نوفمبر رسميا حملة التطعيم ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين ألف بحضور كبار المسؤولين في الحكومة وممثلي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا والشركاء. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن برنامج التطعيم من الأنشطة الناجحة التي تنفذها وزارة الصحة، ويقدم حاليا 12 نوعا من التطعيم منتظم، منه تطعيم شلل الأطفال والسل والسعال الديكي وفيروس روتا وغيره. وقد تم إرساء 285 نقطة تطعيم دائمة و385 نقطة تطعيم متحركة لإنجاح البرنامج. وأوضحت بأن تغطية التطعيم ضد 10 أنواع بلغ أكثر من 95%، والتمكن من السيطرة تماما على مرضين، مشيرة إلى أن برنامج التطعيم ضد مرض السحائي المقدم لأول مرة سيشمل 70% من عموم الشعب الإريتري بتقديمه للمواطنين من عمر السنة وحتى 30 سنة، وفيتامين ألف للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 59 شهرا. وأفاد مندوب منظمة الصحة العالمية في إريتريا السيد مارتينيز أهمية تقديم التطعيم لوجود إريتريا في الخط الممتد من السنغال إلى إثيوبيا وإريتريا الذي يقطنه 450 مليون شخص معرض للإصابة بمرض السحائي، معربا عن ثقته لإكمال التطعيم بنجاح نتيجة للاستعدادات التي أجريت. من جانبها أوضحت مندوبة صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة في إريتريا الآنسة شاهين نيلوفر إن حملة التطعيم التي أطلقتها إريتريا ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين ألف من أكبر حملات التطعيم، وسيعزز صندوق الطفولة الأممي تعاونه لإنجاح البرنامج. وسينفذ التطعيم ضد السحائي وفيتامين ألف على مرحلتين وضعا في الاعتبار للجغرافيا والتضاريس والمناخ، حيث ستنفذ المرحلة الأولى من 15 وحتى 30 من نوفمبر في أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والأوسط، والمرحلة الثانية من 15 وحتى 30 من ديسمبر في أقاليم الجنوب وعنسبة والكاشبركة. أفاد مراسلو وكالة الأنباء الإريترية أن عملية التطعيم ضد مرض السحائي التي بدأت اليوم 15 من نوفمبر في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر تسير بصورة جيدة، وذكروا بأن أنشطة التوعية والاستعدادات المسبقة تسهم لفعالية الحملة. وقال مسؤول برنامج التطعيم في مكتب وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد إدريس لوكالة الأنباء الإريترية أن الحملة المستمرة حتى 30 من نوفمبر في 206 نقطة تطعيم ستشمل نحو 70% من سكان الإقليم وتقديم فيتامين ألف ل12 ألف طفل. وذكر في مراسم تدشين حملة التطعيم في إقليم شمال البحر الأحمر التوقعات لتطعيم حوالي 300 ألف مواطن من عمر السنة وحتى 30 في الإقليم، حيث سيتم في مدينة مصوع وضواحيها فقط تطعيم أكثر من 26 ألف مواطن ضد مرض السحائي. وقد تم إقامة نقاط التطعيم وتجهيز الكادر البشري والمعدات اللازمة لإنجاح برنامج التطعيم في 289 قرية ب104 ضواحي في 10 مديريات. اختتمت الدورة التدريبية التي نظمها مكتب المراجع العام لأعضائه بالتعاون مع المكتب الدولي لمكاتب المراجعة العامة ومكتب المراجعة العام الإقليمي الإفريقي للناطقين باللغة الإنجليزية حول كتابة تقارير واضحة عن المراجعة العامة. شارك في الدورة التدريبية المقدمة من 11 وحتى 15 من نوفمبر 38 عضوا في مكتب المراجعة العام.
وقال منسق الدورة التدريبية مدير المراجعة ومعلومات التقانة السيد أمانييل إسحاق لوكالة الأنباء الإريترية أن الهدف من الدورة التدريبية تطوير عمل المراجعة العامة، وستنظم مستقبلا دورات تدريبية مماثلة لتغيير معايير المراجعة أو لتغير معايير المراجعة مع الوقت. وأوضحت المديرة العليا في المكتب الإقليمي الإفريقي للمراجعة العامة للمتحدثين باللغة الإنجليزية الآنسة أنيري بريتوريوس إن الدورة التدريبية هي لرفع المعرفة وتحسين أداء العمل، ويوجد برنامج مستقبلي لتدريب معرفي. وأشار المشاركون في الدورة التدريبية إلى مساعدتها في عملهم وفعالية أنشطة المراجعة العامة. قدم مركز التدريب المهني في مصوعة دورة تدريبية ل4 أشهر ل170 شابا في تركيب أنابيب المياه ومد خطوط الكهرباء والسلامة البحرية وصيد الأسماك والبناء والطهي. وقال مدير المركز الأستاذ سليمان جابر في التقرير الذي قدمه في مراسم التخريج في 14 من نوفمبر إن المركز ومنذ تأسيسه قبل 3 سنوات يقوم بتدريب الشباب المتخلفين عن التعليم الأكاديمي وخلق فرص العمل لهم، مشيرا إلى إجراء دراسات لتقديم تدريب في مجالات أخرى. وذكر مسؤول مكتب وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن التدريب الذي يقدمه من المركز يدفع لإيجاد فرص العمل، مؤكدا تقديم وزارة العمل أدوات العمل للمتخرجين لتمكينهم من بدء العمل. وأعرب ممثل الخريجين عن ثقته لإحداث التدريب تغييرا ملموسا في حياتهم، داعيا المؤسسات الحكومية لخلق فرص العمل لهم. وأوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد جورزق دمام في المناسبة أن التدريب المهني له مكانة هامة في برامج التنمية، ويجري العمل لنشر مراكز التدريب في المناطق البعيدة. وخرج مركز التدريب المهني بمصوع الذي تأسس عام 2017 أكثر من 500 شاب بينهم حوالي 250 امرأة في مختلف المهن. ذكر مكتب الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مديرية تساني بأنه يعمل بقوة لخلق فرص تساعد على رفع مساهمة المرأة الواعي في مجالات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من المجالات وتعزيز مستواها الاقتصادي. وفي اللقاء الذي أجرته مسؤولة الفرع السيدة مآزة محراي في 4 من نوفمبر الجاري مع مدراء الضواحي، أوضحت بأن الاتحاد نفذ العديد من النشاطات بالتعاون مع شركائه، فيما حققت حملات التوعية المنظمة للحد من العادات الضارة والمتابعة الجارية نتائج إيجابية. وذكرت بأن عدد من النساء الناشطات في المجال الزراعي بلغن مستوى التأثير الإيجابي على حياتهن وأسرهن وبيئتهن، ولتعزيز ذلك يجري العمل الدؤوب لتكريم الطالبات المميزات في التعليم الأكاديمي. هذا ويضم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية تساني أكثر من 7000 عضوات مسجلات. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. قالت كوريا الشمالية إنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة، لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات قبل حلول الموعد النهائي لمهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن تنتهي بحلول نهاية العام لإظهار المرونة في التفاوض معها. وقال المفاوض الكوري الشمالي كيم يونغ جيل إن جهود نظيره الأمريكي ستيفن بيغون الذي شارك في قيادة محادثات في ستوكهولم الشهر الماضي أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي. عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا، وجاءت تصريحات المفاوض النووي الكوري الشمالي بعد أن أكد الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام قدراتها كاملة للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي هجوم. وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن ترامب ما زال ملتزما بإحراز تقدم في الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كيم جونغ أون في القمة الأولى التي عقدت في سنغافورة في يونيو من العام الماضي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات وبناء سلام دائم واستكمال عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه ناقش مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تزويد نيودلهي بأنظمة صواريخ S-400 دفاعية. ووقعت الهند اتفاقا العام الماضي لشراء أنظمة S-400 الروسية، قائلة إنها ضرورية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصين. وأكد بوتين أن روسيا في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020 تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة، مشيرا إلى قرب مواقف دول بريكس حول دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود. دفع زلزال قوي قرب جزر الملوك في إندونيسيا دفع السكان إلى الفرار مذعورين إلى المرتفعات، وذلك رغم رفع تحذير من أمواج مد عاتية وعدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن شدة الزلزال بلغت 7.1 درجة، ووقع في البحر على بعد 139 كيلومترا شمال غربي مدينة تيرناتي وبعمق 45 كيلومترا. ووقعت توابع للزلزال تجاوزت 20 هزة ارتدادية. وألغت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية التحذير من أمواج مد أي تسونامي بعد ساعتين من إصداره، بعدما رصدت أمواجا محدودة فقط في تيرناتي وجيولولو وبيتيونغ. وشعر سكان جزيرة سولاويسي إلى الغرب من مركز الزلزال أيضا به بقوة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.